الأجواء مشحونة للغاية، لكن دعنا نضع النقاط على الحروف بعيداً عن ضجيج السوشيال ميديا والشائعات التي تنتشر كالنار في الهشيم. حتى هذه اللحظة لا توجد أي تقارير رسمية أو موثوقة تؤكد وقوع مشاجرة بالزجاجات بين جماهير الأهلي والجيش الملكي المغربي أو خناق بين اللاعبين. إليك بعض النقاط التي تجعل هذا الخبر غير منطقي في الوقت الحالي. 1. غياب المواجهات المباشرة. النادي الأهلي ونادي الجيش الملكي لم يلتقيا في مباريات رسمية مؤخراً. الأهلي يشارك في دوري أبطال أفريقيا، بينما الجيش الملكي كان يشارك في الكونفدرالية أو في أدوار مختلفة، ولم تجمعهما مباراة في القاهرة أو الرباط في الأيام القليلة الماضية تستدعي مثل هذا الصدام. 2. طبيعة العلاقة بين الجماهير. تتميز العلاقات بين الأندية المصرية والمغربية مؤخراً بقدر كبير من الاحترام المتبادل، والجهات الأمنية والتنظيمية في كلا البلدين تفرض رقابة صارمة تمنع وصول الأمور إلى الاشتباك بالزجاجات بين الجماهير داخل أو خارج الملعب. 3. المصادر الرسمية. القنوات الرسمية للناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لم يصدروا أي بيانات بخصوص عقوبات أو أحداث شغب. عادة في حال وقوع خناقة بين اللاعبين يتم إيقاف المباراة وتصدر عقوبات فورية، وهو ما لم يحدث. تنبيه: غالباً ما يتم تداول فيديوهات قديمة لمشاحنات في مباريات أخرى ويتم تغيير العناوين لجذب المشاهدات ترند.